نعمل ايه عشان نبقى لايف كوتش؟ ده موضوع سهل تنصحيهم ازاي؟ جدا، الموضوع سهل. بصي يا ستي، ريجاردنج اللايف كوتشنج، انا ما حبيتش ادرس وانا ما عنديش منظمه يعني عايزه بتريجيليت اللي هي بتنظم المجال. فانا اتجهت للانترناشونال كوتشنج فيدريشن اللي هي المنظمه الدوليه للكوتشنج. هي منظمه موجوده في امريكا وليها فروع في 150 دوله منهم مصر. والمنظمه دي بتدي اعتماد لمدارس معينه انها تكريت بروجرامز. انا ساعديني بس عشان العربي بيقع مني. ماشي. تخلق برامج بالظبط، برامج معتمده ماشي. مبنيه على كود اوف اثكس معين، ماشي، مبنيه على مهارات معينه، بحيث ان الشخص ده لما بيتخرج ككوتش بيبقى قادر على انه مع تجميع عدد ساعات معينه يبقى معتمد دوليا فيشتغل في اي حته في العالم، لان انا ضامنه ان الكوتش ده كوتش ليه منظمه بتنظم شغله. فلو انا اشتغلت مع الكوتش ده وحصل مشكله اقدر ان انا ارجع اشتكيه تاني في المنظمه دي ويتاخد منه الاعتماد الدولي. اكيد. فمهم قوي، لانه اللايف كوتشنج من الوظائف اللي ملهاش تنظيم محلي. فعشان كده بندور احنا على المنظمات اللي تساعدنا احنا ان احنا ما نبقاش شغالين كده بعشوائيه، يبقى لينا لانه طبعا انت عارفه في ناس كتيره بتشتغل بعشوائيه. فمهم قوي ان الشخص كمان يبقى فاهم ده، يبقى فاهم التنظيم ده، عشان وهو بيختار الكوتش بتاعه يشوف هل الكوتش ده معتمد، الكوتش ده متخرج من مدرسه ايه، هل المدرسه دي معتمده، هل المدرسه دي معترف بيها، وبالتالي انا ضامن ان الشخص ده عنده اخلاقيات معينه ومهارات معينه فعلا، فهيساعدني اوصل للنتيجه.